اوكي يا جماعه، اليوم هو اخر يوم سنه 2022، يوم 30/12. هذا اليوم صراحه مميز بالنسبه لي لانه اقدر اكتب تحدياتي والاشياء اللي راح اسويها للسنه الجديده. انا صراحه يعني اذا اقول لكم انه العام يعني صورت هيك فيديو بنفس هذا المكان بالضبط، كان بالليل الفجر. فكتبت اشياء راح اسويها للسنه الجديده، لكن للاسف مو كلها سويتها، يعني بسبب المرض والتحديات اللي صارت عندي، ويعني هواي اشياء. لكن هالسنه ما راح اقول لكم الاشياء اللي راح اسويها، راح تنصدمون وتتفاجئون ايش قد انا راح اغير حياتي. انا متاكد من نفسي، واثق من نفسي انه انا راح اغير حياتي وحياتي راح تتغير، ما راح تقبل ما هسه انا. اوكي هسه خلينا راح نطلع لبغداد نفتر، عندي اشياء دا اسويها، خليكم ويانا. اليوم راح تتونسون شويه بالمتنبي واجواء المتنبي، لانه اليوم اخر يوم بالسنه. وكتبوا لنا وين راح تطلعون تحتفلون انتم بالكريسماس، لان انا جزء الفلوج قبل الساعه 12. فكتبوا لنا وين راح تحتفلون، خليكم ويانا. المهم تضغط على نفسك ويعني تلوم نفسك لانه ما سويت اشياء انت كنت ناوي تسويها. عندك وقت وعندك فرص هواي تجيك، والفرصه ما تجي مره واحده، تجي هواي، لكن تعرف انت شلون تستغلها من تجيك. اوكي تعلموا بعد، تعلموا هواي اشياء اذا حابين تغيرون من حياتكم. اقروا، اهم شيء تقرون، القراءه راح تغير من حياتكم كل شيء هواي، وهواي امور بعد لازم تتعلموها. بعد ما سوقت أشياء أنا رايح حتى أجيبهن من شارع الرشيد والمتنبي، ما قدرت أنزل من الدراجة وأصور وأكمل تصوير لأنها كانت الدنيا كلش باردة وأنا لابس شي قليل يعني. فرجعت للبيت. حبيت أقول لكم سنة سعيدة عليكم، يا رب أشوفكم خير دائما.